يا مساء الفل على احلى متابعين، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل مع بعض النهارده كنافه بالكريمه بطريقه سهله جدا جدا، وطبعا سفره رمضان استحاله ان هي ما يبقاش فيها الكنافه. محتاجين للوصفه بتاعتنا النهارده دي كنافه متفرزه وطلعتها كسرتها وسبتها لما خدت درجه حراره المطبخ، ومعانا سمنه بلدي متسيحه، ومعانا كمان سكر بودر. الكميه دي نص كيلو. تمام. هتعمل معانا صينيه مقاس 28. هنحط عليها معلقتين كبار من السكر البودر. هنقلبه كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يتجانس مع الكنافه ويتدخل معاها. تمام. وبعد كده هحط السمنه بتاعتي وهبدا اقلبها كويس جدا جدا واغلف كل حبات الكنافه بالسمنه بتاعتي. وطبعا انا اول ما بدات اشتغل مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 200. تمام. والشربات طبعا لازم يكون بارد. هسيب لكم لينك الشربات اللي عملناه مع بعض. الشربات ده بنعمل بيه الكنافه والقطايف والجلاش. تمام. خلصنا كده هنجيب الصينيه ونحط بقى فيها شويه سمنه كده، ويا ريت لو السمنه دي ما تكونش متسيحه، بتدي نتيجه افضل جدا جدا. تمام. هندهن بقى الصينيه بتاعتنا بالشكل ده كويس جدا والجوانب ونغلفها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. وهاخد عندي الكنافه بتاعتي، هاخد تلتين الكنافه، هاخد التلتين واسيب التلت للوش. تمام كده. هبدا ارص زي ما انتم شايفين كده واظبط الصينيه بتاعتي طبعا في الجوانب وكله. تمام. وهنحاول ان احنا بعد ما نخلص نعمل لها زي سور صغير كده علشان خاطر الكريمه بتاعتي ما تطلعش مني. هظبط بقى زي ما انتم شايفين كده كل الفتحات دلوقتي، مش هخلي حاجه باينه من الصينيه، وهضغط كل ما احط شويه هضغط ضغطه خفيفه كده لحد لما اخد كميه الكنافه المناسبه بالنسبه لي اللي هي التلتين الكنافه بتاعتي. وهملى بقى كل المساحه بتاعتي كده. تمام. هجيب بقى عندي صينيه اصغر وهبدا اضغط كده، وزي ما انتم شايفين بحاول اعمل زي ما قلت سور كده. يلا بينا بقى نسيبها ونروح نعمل الكريمه بتاعتنا. عندي في حله هنحط كوبايتين من اللبن، عليهم 6 معالق من النشا، هقلبهم على البارد. يلا بينا ناخدهم بقى على البوتاجاز بتاعنا. انا هنا ما حطيتش سكر خالص في الوصفه بتاعتي. تمام. هقلبه كويس عشان النشا ما تكلكعش معايا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مسرعه الفيديو عشان ما اطولش عليكم. هيبدا يغلي اهو. في المرحله دي مش هوقف تقليب خالص لحد لما احصل على القوام المطلوب. بدات تتقل معايا شايفين اهو. تمام جدا. خلاص انا كده اخترت القوام اللي انا عايزاه. خلاص هطفي بقى واجيب اصبها على طول على الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهوزعها كويس على الصينيه وهسيبها بقى تبرد شويه زي ما انتم شايفين كده. هفردها بقى زي ما قلت وهسيبها تبرد شويه. تمام. عشان ابدا اكمل اللي سبتها لما بردت بقى، وهبدا انزل بالتلت اللي فاضل معايا واغطي السطح بتاعي بالشكل ده. تمام. هفرفتها كده كويس عشان طبعا احنا عارفين لما السمنه بتتحط على الكنافه بتقفش شويه، بس انا لازم طبعا اديها كده افرفتها كده بايديا عشان ما تبقاش فيها تكتلات. تمام. هكملها بقى بالشكل ده كده واغطيها ببقيه الكنافه، وده شكلها النهائي. ظبطت بقى واضغط ضغطات خفيفه كده بس على الصينيه بتاعتي. تمام. هدخلها بقى على الفرن لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل وتطلع ونشوف شكلها. ودي الكنافه بعد ما طلعت من الفرن وخدت اللون الذهبي من فوق ومن تحت، هنزل عليها بالشربات التقيل اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده. تقدري طبعا تعملي الشربات قبل الكنافه وتحطيه يبرد في التلاجة. لازم شربات الكنافه يبقى بارد او ساقع، وبارد تماما والكنافه سخنه. سقيتها كده بقى بالعسل بتاعها كده. تمام. ما تقلقيش خالص. هنبدا بقى نجيب السرفيز اللي هنقدم فيه او الطبق، وهنبدا نحطه ونقلب الصينيه بتاعتنا عشان نشوف الجمال بتاعها من تحت. شايفين لونها جميل ازاي. وهبدا برضو اديها سنه شربات كده على الظهر بتاعها. تمام. هبدا بقى ادي كده رشه مكسرات. انا هنا اخترت الفستق
بيدي شكل حلو جدا مع الكنافه. هديله رشه كده بقى بسيطه من الفستق بتاعي. تقدري تستغني عن الخطوه دي وتسيبيها كده، تقدري تحطي سوداني، تقدري تحطي مكسرات تانية غير الفستق، لك مطلق الحريه زي ما بيقولوا. انا مجرد بديكي افكار وبس. تمام، خلاص بقى كده الكنافه بتاعتي جاهزه معايا وجميله جدا بجد، ريحتها تحفه، عايزه اقول لك رهيبه. انا من عشاق كنافه الكريمه. زي ما انتم شايفين بقى كده خلاص، هسيبها يعني تستنى شويه صغيرين ونبدا نقطعها ونشوفها. طبعا هي يفضل ان هي تتاكل وهي دافيه، في ناس بتاكلها وهي سخنه، بصراحه انا من عشاق ان هي سخنه او هي دافيه. شايفين الجمال، بتتكلم عن نفسها. نجيب بقى السكينه بتاعتنا كده ونجيب الطبق بتاعنا ونبدا نقطع الجمال ده كله كده. انا بوريكم شكلها من جميع الاتجاهات. عايزه اقول لك انا ما استنيتش لغايه لما تبرد بصراحه، هي المفروض تستنى شويه طبعا عشان خاطر اقدر اطلع القطعه وتشوفوا بقى المنظر الجمالي. بس انا ما قدرتش بصراحه، انا عملتها بعد الفطار على طول وطلعتها وهي سخنه، فطرت وبدات اقطعها عشان بصراحه ريحتها كانت قلب البيت وانا بعملها. عملتها بعد الفطار على طول، يا دوبك طلعت وانا ما قدرتش استنى، لازم ادوق معاكم الجمال ده. شايفين شكلها واخده شربات بتاعها مظبوط، شايفه الكريمه جميله وسايحه ازاي. دي كانت حلقتي ليكم النهارده، الكنافه بالكريمه بطريقه سهله جدا وبسيطه والطعم حكايه. لو عجبك بقى الفيديو، عجبتك الوصفه، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وما ننساش نشترك في البيج الجديد احلى الوصفات مع مونيتا. وانتظروني ان شاء الله في حلقات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورمضان كريم.